عمرك شفت بيتزا فيها نص كيلو جبنه؟ طب عمرك شفت بيتزا فيها اناناس؟ في الفيديو ده بقى يا صاحبي هتشوف. من فتره كده يا صاحبي لقيت دومينوز عامل اختراع بيتزا فيها نص كيلو جبنه، فانا طبعا عشان من عشاق الجبنه طلبتها، ولقيت عندهم كمان بيتزا فيها بيبروني واناناس. انا ما بصورش في الاستوديو عشان انا لسه شايف الاعلان حالا على البيدج بتاعتهم، وانا كنت بالصدفه عند علاء اخويا والمطعم هنا جنبه، فقلت اطلبها بقى ايه، لسه هستنى اروح الاستوديو، قلت نطلبها يا باشا وبالمره هو اللي يدفع الحساب. خش يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الجبنه دي كلها؟ الحته دي طبعا اكيد من الهزه بتاعه الدليفري اللي هو شايلها، بس انا بصراحه شايف الجبنه فيها كتير فعلا. نقول بسم الله يا باشا كده ونشيل ونشوف ايه الجبنه دي. اوه ايه ده 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 ايه ده، لا ده نص كيلو فعلا. بسم الله. لا حلو، بصراحه حلو. بص. لا بصراحه اللي هي جيل دليفري وتبقى الجبنه كده لسه سايحه، امال في المطعم هتبقى عامله ازاي؟ انا نسيت اقول سعرها، البيتزا دي سعرها 220 جنيه. ايه ده يا عم، ده يا عم ايه ده؟ بصراحه عشاق الجبنه هيتبسطوا قوي من البيتزا دي، فيها جبنه كتير فعلا، بس اللي هي ايه، ما بتقفلش، مش تقيله، لا تحب تاكل منها تاني. والعجينه بصراحه عالميه. عايزين بس نفتح كده ونشوف ايه اللي تحت الجبنه. هنا في صوص البيتزا، الصلصه، والعجينه يا جماعه رفيعه جدا، شايفين سمك العجينه عامل ازاي؟ البيتزا حكايه، بس انا حاسس ان في حاجه ناقصه. البيتزا دي عايزه لحمه، حاجه كده بروتين، بس هي كده ب 220، فلو حطوا فيها لحمه او فراخ على نص كيلو جبنه ممكن سعرها يوصل 400 او 500، لكن البيتزا عالميه لعشاق الجبنه. بص كده، قربوا كده من العجينه شويه. يعني العجينه الصراحه عجباني قوي، هشه وخفيفه في نفس الوقت. ببص من تحت، دي بقى يا باشا بيتزا البيبروني بالاناناس، انا جايبها ميديوم وسعرها 150 جنيه. طبعا نفس العجينه زي ما انتم شايفين. نقطع كده ونشوف الجبنه، هي فيها جبنه بس طبعا مش زي اللي فاتت، فطبعا مش هتمط زي اللي فاتت. فيها قطع البيبروني وقطع الاناناس. ندوق كده الاناناسيه دي مسكره قوي، ندوق كده الميكس كده المسكر في الحادق. بسم الله. هي العجينه حلوه قوي والجبنه كويسه والبيبروني حلو، يعني البيبروني الكواليتي بتاعه حلو قوي، لكن التسكيره بتاعت الاناناس مش عجباني في طعم البيتزا. ممكن انا اشيل كده الاناناس ده واكل البيتزا كده لوحدها، فيها طعم الاناناس برضه الصراحه ما عجبتنيش. البيتزا عندهم حكايه، بس انا بالنسبه لي المشكله في الاسعار، يعني بيتزا ميديوم سعرها 150 جنيه انا شايفها كتير، الثانيه لارج ب 220 وفيها كميه جبنه غير طبيعيه فممكن تستاهل، لكن دي انا مستغربها بصراحه وطعمها ما عجبنيش. وبس كده، دي كانت تجربتنا النهارده. جربنا البيتزا اللي هي نص كيلو، بصراحه عجبتني، ولو هقيمها هديها 9 من 10. وجربت البيتزا الغريبه عليا اللي هي بالبيبروني والاناناس، ولو هقيمها هديها 5 من 10. اشوفكم على خير في تجربه جديده. سلام.